المدرسة المكان اللي بندخله واحنا صغيرين ونطلع عندنا وسواس قهري من كلمة امتحان بس. طيب ثانية كده، ليه بعد 12 سنة تعليم بنطلع حافظين بيت الشعر اللي بيقول إنما الأمم والأخلاق ما بقيت، لكن مش عارفين نكتب CV؟ والسؤال دلوقتي، هل فعلا التعليم بيعلم ولا هو مجرد سباق حفظ مش سباق فهم؟ فاحنا هنمر من أول جرس المدرسة لحد ما المدرس يقولك افتح لي الكتاب على صفحة 9. طيب هو التعليم في مصر أصلا ليه طريقة ولا مجرد لخبطة كده؟ بص، هو التعليم في مصر شبه الفول مدمس كده، يعني موجود في كل بيت بس محدش عارف بيتعمل ازاي. يعني عندك الطالب من أول ابتدائي لحد ثانوي بيدخل حصة العربي يسمع المفعول لأجله هو المصدر المنصوب الذي يبين سبب حدوث الفعل. طب يعني ايه؟ الله أعلم، المهم تدخل الامتحان تكتبه كده وهتنجح إن شاء الله. وده نظام اسمه التعليم بالتلقين، قديم يعني من أيام الفراعنة كانوا بيستخدموه. طيب السؤال دلوقتي، هو التعليم كده في مصر بس ولا في العالم كله؟ هولندا من أعلى الدول في النظام التعليمي، ما عندهمش امتحان قبل 16 سنة. وقت المدرسة عندهم نص الوقت اللي عندنا، بس بيطلعوا فاهمين أكتر عشان هما بيعتمدوا على حاجة اسمها التعلم النشط مش الحفظ. إيه هو التعلم النشط؟ إنك بتتعلم وتجرب وتناقش وتتعلم من غلطك، والمعلم هناك شريك في التفكير. ان في حاجه اصلا اسمها الفورجيتنج كيرف او منحنى النسيان، اللي هو انت بتنسى 80% من المعلومات بعد يومين لو ما استخدمتهاش. يعني تذاكر ليله الامتحان تنسى قبل ما توصل اللجنه اصلا. علماء النفس التربوي بقى بيقولوا ان الانسان فعليا بيتعلم لما يربط المعلومه باحساس او بحاجه شخصيه هو حسها. يعني مش بس تحفظ المعلومه، لا تعيشها كمان. يعني مثلا في معمل العلوم لما شميت ريحه الكبريت، عمرك ما نسيت التجربه دي، صح؟ لكن تفتكر بقى تعريف الطاقة الحركية، ربنا معاك. كل ده ببساطة بسبب 3 حاجات، وهي السرعة والعدد والمجموع. يعني ببساطة الوزارة محتاجة تمشي ملايين الطلاب في سنة واحدة، فأبسط حاجة ممكن تعملها كتاب واحد، إجابة واحدة، امتحان واحد. وعايز تنجح احفظ. فده أثر بالسلب على حاجات كتير. فتلاقي ناس معاها شهادات بس مش معاها مهارات، اللي هو خريج تجارة مش بيعرف يعمل اكسل شيت، وخريج تربية مش بيعرف يشرح، وخريج آداب إنجليزي مش بيعرف يتكلم. فهل في أمل؟ آخر الحل لكل ده مش إننا نلغي التعليم، وبس إننا نغير الطريقة. يعني نعلم الطلبة يفكروا، ونعلمهم يسألوا مش يخافوا من السؤال، ونربط التعليم بالحاجات اليومية. على فكرة دي مش أحلام، في مدارس مصرية كتير ومدارس دولية بدأت تطبق أفكار جديدة. يعني التغيير ممكن بس محتاج وقت وإرادة وتفهم من الناس اللي فوق. في النهاية التعليم مش عبارة عن جهاز بيوديك من أولى ابتدائي لحد ما توصل للشهادة. التعليم المفروض بيخليك تفهم الدنيا من حواليك، ويخليك تعرف تفهم مش بس تحفظ السؤال وتكتبه في الامتحان. وساعتها ممكن نقول فعلا التعليم بيعلم. سلام.